موبايل بكاميرا 200 ميجا بكسل وبطارية 6500 ملي أمبير وشاحن 100 واط وشاشة كيرف فخمة جدا. بس السؤال حقيقي بقى، هل ده أقوى موبايل في فئة متوسطة ولا شاومي لعبت علينا بالأرقام؟ أنا النهاردة جاي أقولك على كل حاجة تخص الموبايل الشاومي نوت 15 البرو بلس ال 5G اللي نزل في أواخر 2025 أو تحديدا يعني في أول شهر في 2026. فأقول لك كل حاجة متعودنا في قناة أحمد البوكس، مميزاته وعيوبه، وهل فعلا تستاهل إن أنت تدفع فيه السعر اللي هقولك في آخر الفيديو ولا لأ؟ لو أنت مهتم بالشاومي نوت 15 برو بلس اعمل لايك واشترك في القناه، ويلا على طول نبدا في الفيديو. اول حاجه خلينا نشوف هتاخد ايه في علبه الموبايل. شاومي كالعاده الصراحه كريمه جدا ومش حرمك من حاجه. طبعا كرتونه الموبايل فيها الموبايل نفسه وشاحن او راس واط جايه بسرعه 100 واط وكابل الشحن التايب سي وجراب حمايه وسكرين راكبه جاهزه على التليفون. فالصراحه هنا نقطه الشاحن 100 واط دي حاجه ممتازه جدا، هقول لك ليه برضه في اخر الفيديو. تعال بقى نتكلم عن التصميم. اول ما تمسك التليفون هتحس الصراحه ان انت ماسك حاجه بريميوم، والخامات فعلا ممتازه جدا هنا في الموبايل، سواء كانت الجلد اللي جايه في اللون البني او الفايبر جلاس اللي مش ازاز بس يعني ايه نوع من انواع الازاز، فخم برضه مش وحش في الالوان التانية. وطبعا التليفون هنا جاي مقاومه ميه الاي بي 62 والاي بي 69 كي، وكمان جاي مقاوم للصدمات، والشركه بتقول لك ان ممكن التليفون ده يستحمل صدمات لحد 2.5 متر. طبعا دي وسعت من شاومي شويه، ولكن هي بتقول لك هنا ما تقلقش لو التليفون وقع منك، لكن طبعا ما تروحش تجرب التليفون من ارتفاع 2.5 متر وترميه، دي حاجه طبعا ما انصحش بيها، وطبعا مفيش حد عاقل هيعمل كده. وزن التليفون هنا جاي تقيل شويه ب 207 جرام، بس ممكن تكون العرض ده بسبب الشاشه الكواد كيرف الممتازه جدا اللي هقول لك عليها كمان شويه. فالصراحه بشكل عام التليفون مش هتحس ان انت متضايق وانت ماسكه، يعني زي ما قلت لك التليفون جاي فيه انحاءات كده من الجناب، وكمان فيه انحاءات في الشاشه لان الشاشه جايه هنا كواد كيرف، فالتليفون هتبقى مبسوط جدا في مسكته، والتصميم بتاعه شيك جدا وممتاز طبعا كعاده شاومي. واللون طبعا البني الجلد ده برضه فخم جدا وممتاز، وبرضه الالوان التانيه ممتازه. فالصراحه التصميم مفيش عليه اي كلام. وطبعا الظهر جاي معاك مربع كاميرات اللي فيه 4 كاميرات، واقول لك عليها برضه في جزئيه الكاميرات. فالصراحه الشكل ممتاز جدا ومش هتحس معاه باي مشكله. تعالى بقى نتكلم عن الشاشه. والشاشه هنا من افضل الحاجات الصراحه الموجوده هنا في الموبايل. الشاشه زي ما قلت لك في جزئيه التصميم هي جايه هنا كواد كيرفد، فيها انحاءات من كل الاطراف، فانحاءات خفيفه كده مش اللي هي كيرف بس، كواد كيرف حاجه ممتازه مخليه الشاشه مسكتها اريح في الايد. وكمان لما تيجي تبص لها وتتفرج على المحتوى بتاعها هتبقى مرتاح جدا وانت بتشوف المحتوى هنا على الشاشه. طبعا حجمها كبير شويه 6.3 انش، دقتها 1.5 كي، طبعا جايه بتردد 120 هرتز ممتازه جدا. سطوها هنا بيوصل معاك لحد 3200 شمعه، وده معناه ان انت هتشوف الشاشه بوضوح جدا تحت الشمس. وكمان معاك ال اتش دي ار 10 بلس والدولبي فيجن وكل حاجه ممكن تحتاجها في الشاشه عشان تسهل عليك وتخلي التجربه معاك هنا شكلها ممتاز جدا وتاخد افضل مشاهده على الشاشه هنا. فالصراحه الشاشه هنا ممتازه جدا كعاده شاومي، مش مقصره ولا مديه اي تقصير في جزئيه الشاشه، بالعكس الشاشه هنا ممتازه جدا زي ما قلت لك. كمان الانحاءات دي مديها انطباع كويس جدا وانت بتتفرج على المحتوى. الوانها ممتازه جدا زي ما قلت لك، هي 1.5 كي فدقه ممتازه. فمش هكلمك كتير قوي عن جزئيه الشاشه لان هي ما فيهاش عليها اي غبار، وفيها كل حاجه ممكن انت بتحتاجها. تعالى بقى نيجي لأهم نقطة واللي عليها جدل كبير، والصراحة بالنسبة لي علامة استفهام كبيرة. الموبايل هنا بيجي بمعالج السناب دراجون 7 اس جين 4، وخلي بالك من اس دي لأن في 7 جين 4 العادي من غير اس. الأداء هنا أداء يعني مش أفضل حاجة، ده عكس المتوقع لأن الصراحة هنا المفروض ده أقوى فرد في سلسلة ال 15، فالمفروض يبقى يجي بمعالج أقوى من كده، غير طبعا في البرو، غير ال أي فئة من الفئات أو أي نسخة من النسخة اللي قبل منه. الصراحة المعالج هنا صدمني لأن أنا كنت متوقع منه أداء أكبر من كده. هو مش كارثي، ولكن انا صدمني في حته الالعاب. لما تيجي مثلا تلعب لعبه زي بابجي بيلعب لك بابجي هنا على 60 فريم، فمش عارف الموضوع ده هيتحل بتحديث ولا لا. بس حتى تصوير الفيديو ده مفيش اي حاجه مؤكده ان الموضوع ده ممكن يتحسن. وكمان هنا شاومي استخدمت الذاكره اليو اف اس 2.2 وهي اقل من المنافسين ومش اسرع حاجه. طبعا انت عارف دلوقتي اسرع حاجه موجوده اليو اف اس 2.5 اللي مستخدمه في الاوبو رينو 15 والهونر 400، وكل ده منافسين اقل منه كمان في السعر وممتازين جدا في حته المعالج. وحتى لو انت عايز معالج اقوى من كده هتروح لنفس الشركه الشاومي 15 تي، فيها معالج قوي جدا وبيقدر يشغل لك بابجي على 90 فريم وبيديك تجربه العاب ممتازه جدا. فالصراحه انا مش فاهم حته ان انت يا شاومي تحطي معالج زي كده بالاداء ده في تليفون قوي، وهو المفروض زي ما قلت لك هو اقوى ومصنف اقوى واحد في الفرد العائله دي. فالصراحه انا مستغرب جدا من النقطه دي، بس زي ما قلت لك هو في المهام اليوميه والاداء العادي بتاع المستخدم البسيط اللي مش المستخدم اللي هو مش عايز يستخدمه بقى في الجيمنج بقى والفحت والرد، هيقدم معاه يعني هيقدم معاه تجربه ممتازه جدا ومش هيتضايق منه. ولكن في حته لو انت جايب التليفون ودافع فيه المبلغ ده اللي اقول لك عليه في اخر الفيديو، فانت المفروض ان انت تاخد اداء اقوى من كده. وفي حته المعالج ده مش هيديك افضل قيمه مقابل سعر خالص. انا قلت لك لو انت عايز تلعب على صح على التليفون عندك اختيارات تانية بنفس الفئه السعريه
الأوبو رينو 15. وكمان لو أنت عايز نفس الشركة فأنت معاك الهونر 400 أو الشاومي 15 تي اللي في نفس الشركة، المعالج بتاعه ممتاز جدا وأقوى من كده بكتير. فالصراحة أنا مستغرب جدا، وبالنسبة لي عندي استفهام ملهاش تفسير أوي الصراحة لحد دلوقتي. تعال نتكلم بقى في الحته اللي هتفرعك شويه، وهي الكاميرات. انت هنا عندك كاميرتين، كاميرا اساسيه 200 ميجا بكسل بفتح حادثه 1.7 جاي مثبت بصري بالتعاون مع شركه سامسونج، او المستشعر جاي من سامسونج. وكاميرا 8 ميجا بكسل، طبعا دي حاجه كده كاميرا مساعده، بس للاسف مفيش كاميرا التليفوتو بتاعت الزوم. فهنا انت هتقدر تصور البورتريه والزوم من الكاميرا الاساسيه، ملهاش كاميرا مخصصه. والسيلفي هنا جاي عندك بحجم 32 ميجا بكسل. الصور هنا الصراحه ممتازه جدا، سواء كانت انت بتاخد بقى صور ليليه او صور في اضاءه قويه، الصور ممتازه جدا معاك ومعلهاش اي غبار. الديناميك ايلاند بتاعها ممتاز جدا، والتفاصيل بتاعتها ممتازه، مش هتتضايق منها خالص، بالعكس انت هتبقى مبسوط بيها، وكمان مش هتحتاج ان انت تعمل اعدادات كبير. ولكن للاسف كانت التجربه هتبقى كامله جدا جدا، وهيبقى ممتاز جدا في سيستم الكاميرات لو في كاميرا التليفوتو زي برضو المنافسين الاوبو 50. الاوبو 15 طبعا الاوبو 15 زي ما قلت لك غني عن التعريف، الكاميرا بتاعته جباره، ولكن هو هنا في كل حاجه ممتاز وينافس كمان الاوبو 15. ولكن في يعني فقد المنافسه في حته ان هنا مفيش كاميرا تليفوتو. وللاسف برضو الكاميرا السيلفي بتصور فيديوهات لحد 1080 مش 4K زي بقيه المنافسين، لكن خلاف ذلك الكاميرات ممتازه جدا وبتطلع لك صور ممتازه زي ما قلت لك، فيها تفاصيل، والالوان بتاعتها ممتازه، ومعالجتها كمان ممتازه جدا جدا في حته ان هي سواء انت بتصور بالليل او بتصور الصبح او بتصور في ظروف اضاءه مش احسن حاجه، الصوره هتطلع معاك ممتازه جدا. لكن خلاف ذلك زي ما قلت لك، انت لو انت عايز صور كويسه، بس خلي بالك انت هنا معكش كاميرا تليفوتو، هتصور فيديوهات بالكاميرا الأمامية لحد 1080 مش 4K. غير كده انت الكاميرات معاك زي الفل يا باشا، وهتتبسط بيها جدا وهتستمتع بيها. أما بقى بالنسبة للبطارية، فالبطارية هنا ممتازة جدا، جاية بحجم 6500 ملي أمبير، وشاحن معاك بيوصل لحد 100 واط. هتقولي بس خلي بالك إن الشاومي 15 برو بلس بتاع السنة اللي فاتت كان جاي بشاحن 120 واط. هقول لك الصراحة دي أنت معاك حق فيها، بس الشركات الصينية ابتدت تقلق من الشاحن ال 120 واط، لأن في ظروف الجو اللي احنا فيها أو في ظروف جو معانا الشاحن بيسخن وبيتفاعل مع البطارية بشكل ملحوظ، وده ما خلاش الشركات تطمن، خلت في الأمان 100 واط. وبالمناسبة ال 100 واط ممتاز جدا عشان لك الموبايل من 0 ل 100% في وقت قليل جدا. اما بالنسبه لصوت الموبايل، فالصوت هنا صوت ستيريو حلو جدا، الديناميك رينج بتاعه ممتاز جدا، والصوت والبيس بتاعه محترم. وكمان غير الصوت كان هنا الهابتك فيدباك او جهاز الفايبريشن بتاع التليفون برضو محترم جدا، وبيقدم لك تجربه بريميوم وممتازه جدا الصراحه. هتقولي طب يا احمد لخص لي كده عيوب الموبايل ده. هقول لك العيوب الموبايل ده بمنتهى البساطه، ان طبعا هقول لك العيوب. اول عيب مفيش كاميرا التليفون زي ما قلت لك، وجزء الكاميرات كمان المعالج مش اقوى حاجه لو انت راجل جيمنج وبتحب الالعاب وهتجيب تليفون عشان تلعب فيه وتبقى تفحته فيه الالعاب، فده مش هيبقى الاختيار الامثل بالنسبه لك. وكمان انت هنا عندك نوع الذاكره اقل، اليو اف اس 2.2 مش اقوى حاجه فيه او اسرع حاجه فيه نوع الذاكره. طبعا مفيش مدخل 3.5 مللي بتاع السماعات للاسف، مفيش التليفون مش بيدعم تركيب شريحتين وكارت ميموري مع بعض. طيب ايه بقى مميزاته لو انت عايز تفكر فيه؟ التليفون ده معاك شاشه قويه جدا ممتازه، كواد كيرفد، يعني مش هقول لك ان هي فوق الممتازه. كمان بطاريه معاك بطاريه جباره 6500 ملي امبير، الشاحن بتاعها جامد جدا 100 واط. كاميرا اساسيه ممتازه، وجزئيه الكاميرات والكاميرات هنا زي ما قلت لك لو انت مش فارق معاك التليفون قوي هجيبها كاميرات معاك ممتازه جدا. طيب بالنسبه بقى لاخر حاجه وانت مستنيها، السعر. التليفون هنا نسخه 256 و12 جيجا رام، جايه بسعر 24000 جنيه، طبعا زيرو ضريبه، ضمان محلي، ما فيهوش اي عليه اي جنيه هتدفعه، هتدفع ال 24000 جنيه وتاخد التليفون معلوش اي جنيه. طبعا في نسخه اعلى من كده 512 جيجا و12 جيجا رام، فهي جايه بسعر 26000 جنيه، ودي الصراحه ما انصحكش فيها، لان لو انت فكرت في النسخه الاعلى مش تبقى كده افضل كده مقابل سعر، لان انت اصلا هتجيب النسخه الاقل 256 جيجا و12 جيجا رام ب 24000، وبرده مش هيبقى برده ايه اللي هي افضل كده مقابل سعر قوي، انت هتجيبه عشان حاجات معينه اللي انا قلت لك عليها في جزئيه المميزات. فبس كده انا مبسوط جدا ان انت وصلت معايا لحد هنا. قول لي رايك في الكومنتات، لو انت بتفكر في تليفون جديد هيبقى الشاومي نوت 15 برو بلس من اختياراتك ولا لا. انا يهمني رايك جدا، بقرا كل الكومنتات وكمان برد عليها. انا بحب ان انت تتفاعل معايا، وما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه، لان القناه لسه في البدايه، ودعمك ده بيفرق معايا جدا وبيشجعني ان انا استمر. واي مقارنه او اي فيديو او اي تليفون او اي حاجه في الدنيا ليها علاقه بالتكنولوجيا عايز نتكلم عليها، قول لي قولها لي تحت في الكومنتات. بس كده ان شاء الله اشوفك في الفيديو الجاي. دي قناه احمد انبوكس، وانا احمد، وسلام.